يا صباح الفل، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ وحشتوني كتير من الفيديو اللي فات. عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض كشري مصري خطير، والدقه بتاعته وتركاته وايه اللي احنا عارفينها. عايزه بقى الكل يدعمني كده وبلايك واشتراك من فضلكم، اعملوا متابعه للصفحه. اول حاجه هنعمل المكرونه. انا ما بقتنعش ابدا بكشري الحله الواحده ده، كل واحد وليه طريقته. هنجيب حله ونحط الميه لما تغلي، نحط فيها شويه ملح ونحط فيها شويه زيت ونسلق المكرونه. خلاص سلقناها وشطفناها وحطيناها في مصفى على جنب. هنعمل ايه؟ هنجيب حله ونحط شويه شعريه وشويه زيت، نحمرهم حلو مع بعض. لما يغمقوا ياخدوا الدرجه البني دي، بوريكم هنا بقى ان هو كده خلاص اخد الدرجه البني الحلوه. الدرجه دي يا جماعه بتخلي طعم الرز اللي بشعريه حلو. هنا كنت غسلت العدس اللي بجبه، يعني حوالي كوباية ونص كده عدس وكوباية شعرية، وهننزل بقى على الشعرية اللي اتحمرت. تمام. هنحط شوية ملح وفلفل اسود، يعني قيمة الملح اللي انت بتحطيه في الرز ومعلقة فلفل اسود تديها طعم. هنقلبهم مع بعض وننزل عليهم بالمية. نحط المية هنا بقى لحد ما العدس يغلي ويستوى، يعني مش يستوى، يدخل في السوا، هو يكمل سواه لما ننزل بالرز. تمام. انا ما بسلقش العدس لوحده، انا بعمله كده بتبقى طعم الرز والعدس حلو مع بعض، احسن ما يكون كل حاجه لوحدها. هنا كنت بوريلكوا خلاص استوى، يعني دخل في السوا والشعريه نفشت. هنا كنت غاسله مثلا كوبايتين ونص رز، طبعا لان كده الكميه تبقى كتير. وننزل بقى بالميه بتاعتنا ونظبط الهيد بتاعنا وندوق الحدق. لو عايزه شويه ملح بتظبطي ملحك طبعا، وتظبطي الميه بتاعت الرز. تمام. هنعمل مع بعض هنا بقى الصلصه بتاعت الكشري. صلصه الكشري ما بتتصفاش. هنجيب شويه زيت وننزل عليهم بمعلقه توم مهروس، ما بعملهاش ببصل، بعملها بتومه مهروسه. والله حابه تحطي بصله تحمريها وبعدين تنزلي عليها بحته توم، حلو برضه. بس يعني الطريقه دي حلوه برضه. خلاص هنا هنصفر التومه كده لما نشم ريحتها وتاخد لون، وهننزل عليها بنص كوبايه خل. تمام، عشان تبقى طعمها صلصه كشري زي بتاعه المحلات. وبعدين هننزل عليها بالطماطم. الطماطم بقى قد ما انت تحبي، حسب بقى الحجم اللي انت عايزاه. ونحط معلقتين شطه صغيرين من اللي هما بتاعت الشاي دي، معلقتين شطه ومعلقتين فلفل، معلقتين كمون، ومعلقتين ملح. تمام. هنسيبها بقى تتسبك، وهوريكم بقى الرز بعد ما الشارب. شوفوا الفلفل ازاي وجميل، تحفه بجد. هنسيبه بقى يستوي على النار. والدمعة هنا بعد ما غلت لسه هسيبها تتقل شويه. هنعمل مع بعض هنا بقى اللي هو الحمص اللي بيبقى فوق الكشري، اللي هي البليله دي. مفيش، هنحطها، نحط شويه ميه يغلوا ونسيبها بقى تتسلق براحتها. هنا هنعمل بصلة الكشري. في طريقتين يا جماعة هوريهمكم للبصلة. هنا دي بصلة اهي خرطناها التخريطة اللي انت عايزاها شرايح، عايزاها مربعات، زي ما انت عايزة. هنقعد بقى هنقوم حاطين على البصلة معلقة ملح صغيرة، وتقلبي فيها وايدك فيها على طول، ايدك فيها على طول لحد ما تحمر وتاخد اللون الاحمر. تمام. هنا لسه ما احمرتش، لسه بيضه. انا الحمص بوريهولكم اهوت. هنا البصله بقى كانت بدات تاخد لون خلاص، يعني ده تقليبه. وهنطلعها على ورق مطبخ، ورق مناديل اللي هي بتاعه المطبخ.
علشان تنزل الزيت. تمام، وتفضل ناشفة. طبعا كمية البصل اللي انت عايزة تعمليها، لو هتعمليها كلها مرة واحدة تمام، هتعمليها على مرتين يبقى بتصفي الكمية دي، وبعد ما بتصفى بتحطها في طبق تاني، متحطهمش فوق بعض عشان ايه البصل اللي هتطلعيه بعد كده هيطوي البصل اللي تحت. ده بقى الطريقة التانية للبصل. حطينا عليهم معلقتين دقيق، رشيناهم عليهم ودعكناهم فيها، بقت كلها متغلفة بالدقيق. تمام، وهنحمرها لحد ما تاخد لون. هنا بقى بوريكم البصلة ديت اللي اتحمرت بالدقيق. شوفوا يا جماعة مقرمشة وتحفة. دي بقى البصلة اللي اتحمرت اللي هناك دي هي عادي من غير دقيق، لكن طالعة بالدقيق طالعة صفرا ومقرمشة وتحفة. اي طريقة انتوا بتفضلوها اعملوها. هنعمل بقى ايه الدقة بتاعت الكشري. انا بعملها على البارد، ما بعملهاش بشطة على النار ولا كلام من ده. هي حتة توم، نص كوباية خل، شوية شطة بقى حلوين كده، معلقتين 3 من بتوع الأكل عشان تبقى حارة، نص معلقة ملح، وبعدين نكمل بقيتها مية، نص كوباية مية، ودوبيها بس. هو ده طريقة الكشري المصري التحفة بتاعنا، وده كان الشكل النهائي بتاعنا. والله كان بجد أكلة خطيرة. اتفضلوا معايا يا حبايبي. هندوق مع بعض بقى الأكل. نجيب كده شوية دقة. الدقة دي الكشري ما يحلاش من غير الدقة. شوية صلصة، بجد تحفة تحفة تحفة. يا ريت تجربوا طريقة الكشري دي، جميلة بجد. وتقولوا رأيكم في الكومنتات. ما تنسوش يا حبيبي تعملوا الاشتراك وتضغطوا اللايك وتدعموني. بحبكم كتير كتير. مع السلامة، باي باي.